حدوته تانية. اه محمد علي تاب. في يوم الحدوته ايه، بس انا هقولها لكم بالعاميه علشان ايه، صلى الله عليه افضل الصلاه والسلام. هقول لكم على حدوته حلوه قوي. في يوم، الكلام ده يوم الخميس 14، يوم الجمعه 15 شهر رجب سنه 1230. الصفحه صفحه 478، الجزء الثالث اهي. اهي القصة مكتوبة على صفحتين، متخيلين من أهميتها؟ بيقول لك يا سيدي إيه؟ وفي يوم أو في ليلة الجمعة 15 رجب سنة 1230 وصل الباشا إلى الجيزة ليلا بعد ما كان في الصعيد تقريبا. المهم دخل القصر بتاعه ولا بتاع ابنه في الجيزة، واختلى بنفسه تماما، منع حد يقابله. طب نقول له الحمد لله على السلامة؟ لا. طب نبارك له؟ لا، ما حدش يخش. فين؟ تاني يوم لا، السبت لا، فين يوم الحد ابتدى ان هو يقابل الناس. طبعا جوله بقى بالهدايا وحمد لله على السلامه يا ابو ابراهيم، وعامل ايه يا ابو ابراهيم، واخبارك ايه يا ابو ابراهيم. فجاه اسمع الجبرت بيقول ايه بالظبط. آه بص بقى، واشيع في الناس في المصر وفي القرى بأنه تاب عن الظلم وعزم على إقامة العدل، وأنه نذر على نفسه أنه إذا رجع مرسورا واستولى على أرض الحجاز أفرج للناس عن حصصهم، ورد الأرزاق القبلية، ورد كل شيء إلى أصله. حلو. عبد الرحمن الجبرتي أهو الكتاب، صفحة 478 و479، الجزء الثالث، تاريخ عجائب الآثار في ذكر التراجم والأخبار. المهم صارت الإشاعة إن محمد علي تاب يا رجالة، طلع على الناس لابس أبيض في أبيض، فالناس قالوا بس ده تاب يا جماعة. تكمل الحكاية؟ لا، بعتوا في كل الولايات جوه مصر المحافظات والقرى بامضى عليها اسم محمد الدفتردار. ما هو محمد علي كان بصمجي ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، تمام؟ عليها امضة محمد الدفتردار جوز بنته. يا جماعه كل ليه مظلمه يجي ياخد حقه، محمد علي تاب. ادي كملت الحاجه. بص بقى، ففرح اكثر المغفلين بهذا الكلام واعتقدوا صحته، وأشاعوا أيضا أنه نصب تجاه قصر شبرا خوازيق للمعلم غالي وأكابر بتوع الضرايب، لأن المعلم غالي كان من أكتر الناس اللي بتخترع ضرايب، فالناس كانت مغلولة منه. فقال لهم ده الإشاعة بقى، قال لك ده إيه، ده هيعمل خوازيق يخزوق عليه المعلم غالي قدام قصر شبرا عشان الناس تفرح. الناس قالوا هي يسكتوا؟ لا. يوم 24 يعني بعد 10 أيام حضر الكثير من أصحاب الأرزاق الكائنين بالقرى والبلاد ومشايخ وأشرافا وفلاحين، ومعهم بيارق وأعلام مستبشرين وفرحين بما سمعوه وأشاعوه، وذهبوا إلى الباشا وهو يعمل رماحة بناحية القبة، يرمي البندق ومش عارف ايه في ميدان التعليم. يعني كان ناحية قصر القبة كده كان بيعمل رماحة بالبنادق وبتاع. فوجئ بأعلام وزفة وطبل وزمر، يعيش الباشا هيجيب لنا حقنا، الباشا ايه، الباشا الباشا يا حلاوة الباشا يا جمال الباشا. بص لهم كده، في ايه؟ قالوا له انت مش تبت وربنا كرمك وهتبطل ظلم وتدينا حقنا؟ انا قلت كده يا اولاد التربتي تضربوهم بالجزمه اولاد اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. واخبروه عن سبب مجيئهم فامر بضربهم وطردهم، ففعلوا بهم ذلك ورجعوا خائبين.